السلام عليكم ومرحبا بكم في القناه ديالي. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم 4 ديال الوصفات ان شاء الله صحيين واقتصاديين وصيفيين. غنبدا معكم ان شاء الله بالوصفه الاولى اللي غادي ندير ان شاء الله ديال الزعلوك. هنا عندي الدنجال، عندي مطيشه، وعندي الفلفله، وعندي الثومه غندخلها حتى هي ان شاء الله. هادشي غادي نديرهم في اللاطه ديال الفران، وغادي ندهنهم بشويه ديال الزيت وندخلهم الفران. انا رجعت معكم. انا ان شاء الله هنايا هذا الدنجال ديالي ومطيشه هادشي راه مغسول ونقي. دابا انا دهنته بشويه ديال الزيت وغادي ندخلو الفران، ومن بعد ما يطيب ان شاء الله في الفران نرجع معكم باش نحيد ليه القشره ونقي ونردو الفوق. هذا راه كيطلع واحد الزعلوك ما تشبعوش منه. انا رجعت معكم. انا ان شاء الله هنايا هذا الدنجال ديالي ومطيشه هادشي راه مغسول ونقي. دابا انا دهنته بشويه ديال الزيت وغادي ندخلو الفران، ومن بعد ما يطيب ان شاء الله في الفران نرجع معكم باش نحيد ليه القشره ونقي ونردو الفوق. هذا راه كيطلع واحد الزعلوك ما تشبعوش منه. انا رجعت معكم بعد ما دخلت الدنجال ديالي يطيب في الفران هو الفلفله ومطيشه. دابا هنا انا عندي البطاطا غادي نصاوبها ان شاء الله المعقوده ديال البطاطا. انا غسلت البطاطا هنا لقيتها، غادي نردها ان شاء الله تسلق في واحد الكاسرونه ونرجع معكم بعد ما تسلق. انا رجعت معكم بعد ما درت البطاطا ديالي ديال المعقوده تسلق. هنا ان شاء الله هذه الوصفه الثالثه غادي نديرها ان شاء الله. هذا السردين انا راه عندي كان في المجمد والربيع حتى هو مقطع وكان عندي في المجمد. هذه الطريقه بحال هكا كتسهل علينا الشقه وكنلقاو عندنا كلشي موجود. الحامض حتى هو كان عندي فيها هو مخزن في المجمد. هنا العطريه عندي فيها هنا الحامض ها هو يلا جبدته. خرقوم بلدي، سكينجبير، الكزبر حبوب مطحون، الابزار، الهريسه، الكمون البلدي، والثومه محكوكه، وشويه ديال المنسمات ديال الاعشاب اللي هما السكينجبير والزعتره واليازيل. ان شاء الله غادي نخلط هاد الشرموله ديالي ديال الحوت ونشرمل فيها السردين ونرجع معكم. انا كنشرملو كله كيجي شهوه منه، ما كتجي فيه لا الزفوره ديال الحوت لا والو، كما كيخلي لكم لا ريحه في الدار ديال الحوت لا والو. ما كتحتاجوا كاع ديروا شي حاجه اللي تحيد لكم ريحته، حيت كيكون مشرب العطريه تنشربوا من الفوق ومن التحت كله كنشرملو وكيجي لذيذ بزاف وما كيدخلش ريحه الحوت في الدار بهذه الطريقه، وكيجي لذيذ بزاف وكيجي شهوه منه. هانتوما غتشوفوا معايا. انا رجعت معكم بعد ما تسلقات لي البطاطا ديالي. انا نقيتها وانا صاوبتها بهاد المغرفه ديال العود هكا تصاوبها مزيان. دابا ان شاء الله غادي ندير المعقوده ديالي العطريه اللي غادي ندير لها ان شاء الله ونرجع معكم. انا رجعت معكم. البطاطا ديالي انا ديال المعقوده درت ليها شويه ديال الهريسه، شويه الملحه، شويه الكمون والابزار، بيضه. هذا هو الدقيق ديالي اللي غادي ندير فيه المعقوده، فيه شويه الملحه، شويه الابزار، وشويه ديال الخرقوم بلدي. وهذا هو ان شاء الله اللي غندير فيه المعقوده ديالي. ها هي المعقوده ديالي بعد ما خلطت معاها العطريه والبيضه ومعلقه ديال زيت الزيتون. انا بعد ما كورتها بريسات صغار انا درتها هنا في هذا الدقيق اللي درت ليه
خرقوم بلدي والملحه، شويه الابزار. دابا ان شاء الله غادي نستفها في اللاط. معكم بعد ما قضيت المعقوده ديالي، دابا انا استفتها هنا في اللاطه ودهنتها بشويه ديال الزيت. هانتوما هادي راه كتجي صحيه احسن من اللي كنقليوها في الزيت، كتكون شاربه الزيت بزاف. هادي هانتوما شفتوا معايا راه شويه باش دهنتها. دابا غندخلها ان شاء الله الفران ونرجع معكم بعد ما طيب. انا رجعت معكم بعد ما طاب ليا الدنجال ديالي في الفران وما طيشه وفلفله مع الثومه. دابا ان شاء الله غادي نقي لي من الجلده ونقردهم باش نردهم ان شاء الله نشرملهم مع العطريه. انا رجعت معكم بعد ما نقيت الدنجال ديالي وما طيشه والفلفله والثومه، انا نقيتهم وقطعتهم. هانتوما قطيعه ما طيشه. دابا ان شاء الله غادي نردهم في الكوكوط باش ندير لهم الشرموله ديالهم مع زيت العود ونردهم يطيبوا. رجعت معكم بعد ما حطيت الزعلوك ديالي في الكوكوط. انا درت الشرموله هنا شويه الملحه، شويه سكينشبير، شويه الكمون بلدي، شويه الابزار، شويه الهريسه وشويه الخرقوم بلدي وزيت العود. غادي نزيد عليهم ان شاء الله ربيع ونردو يطيب ونرجع معكم بعد ما يطيب لي الزعلوك ديالي ان شاء الله. انا رجعت معكم بعد ما طابت ليا المعقوده ديالي. هانتوما شوفوا تبارك الله الشكل ديالها كي جا كتشهي. هانتوما وبدون قلب. هانتوما شوفوا الشكل ديالها، ها هي من الداخل الوجه ديالها الدخلاني وهذا ديال الفوق. شوفوا تبارك الله، ها هي معقوده بدون قلب صحيه. وكتجي لذيذه بزاف. غنخليكم دابا ونرجع معكم ان شاء الله من بعد ما انا رجعت معكم بعد ما شرملت الحوت ديالي. دابا السردين غادي نخليه يتشرب في العطريه. نتوما شفتوا الطريقه اللي كنشرمل بها انا، ندير ليه بحال الطريقه اللي كنشرمل بها الدجاج. هانتوما اللحم كتشرملوه من الفوق. هانتوما شوفوا الداخل والله نشرمل على جوج ديال الجهات. وبهذه الطريقه كيجي لذيذ بزاف وكيتشرب لينا ديك الشرموله اللي فيها الحامض والعطريه وما كيخليش لينا الريحه ديال الحوت في الدار، وكيجي لذيذ وكيجي شهوه منه. انا رجعت معكم بعد ما خرجت المعقوده ديالي من الفران. دابا انا سترت هنايا السردين اللي تشرمل كيف ما شفتوا معايا، كنشرملو من البدا على الجهتين. هانتوما كيجي شهوه منه، كيجي لذيذ بزاف وما كتخرج لنا ريحه الحوت في الدار. هانتوما ولا تحتاجوا ديروا شي حاجه باش تحيدوا الريحه ديال الحوت، حيت هاد الطريقه هذه اللي كندير ما كتخرجش ريحه الحوت نهائيا. دابا ان شاء الله غادي ندخلو الطيب ونرجع معكم بعد ما يطيب ان شاء الله. انا رجعت معكم بعد ما دخلت السردين ديالي الطيب. دابا ان شاء الله ضمن المقادير ديال العصير اللي غادي نرافق به ان شاء الله الغدا ديالي. هنا عندي البربه مسلوقه وعندي الليمون غادي نعصرو، وهنا عندي التمر. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج ان شاء الله في العصير ديالي. كيجي عصير لذيذ وزوين وصحي. انا رجعت معكم بعد ما جبت اللاطه ديالي ديال السردين من الفران. هانتوما كيجي شهوه منه. هانتوما شوفوا كي كيجي. هانتوما تبارك الله كيجي لذيذ بزاف. وهذا هو السر ديال هذا الحوت اللي ما كيخليش الريحه تخرج في الدار ديال الحوت، ما كيخليش ديك الريحه اللي كتكون خايبه ديال الحوت. هذه هي السر ديالو، هي الشرموله اللي كنشرملو من الداخل ومن برا كما كنشرملو الدجاج. ماشي بحال ملي كديروا في السردين مثلا شرموله كديروها غير من الداخل صافي، راه كيعطي الريحه كتخرج خايبه في الدار
مع الطريقه راه كيجي السردين لذيذ وتيجي زوين وما كتخليش ديك الريحه ما كتخرج. ما تحتاجوا ديروا لا خزامه ولا بحال مثلا ملي كتكونوا طيبوه كديروا الخزامه مثلا ولا القرفه في شي كاسرونه وكتخلوها تغلي. هاد الطريقه هذه اللي شاركت معكم انا ما كندير لا كاسرونه فيها خزامه لا حتى حاجه، كندير هاد الطريقه ديال الشرموله وكيجي بها ولا اروع وما كتخرجش الريحه ديال الحوت اللي كتكون خايبه في الدار. هذا هو السر ديالو انا شاركته معكم هانتوما. وراه كيجي الحوت تيجي زوين وصحي هذا بدون قلب. هانتوما الحاجه اللي كتكون طايبه في الفران راه كتكون صحيه. هانتوما شفتوا معايا لا هو بالمعقوده وجا هو لا اروع. انا الحوت كنطيبو غير في الفران بحال هكا. هانتوما شوفوا تبارك الله الشكل ديالو وكيجي شهوه منه، راه كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى تجربوا هاد الطريقه ديال الشرموله اللي كنديروا، راه غتعجبكم بزاف. هانتوما وكتجي فيه واحد اللذه يا سلام. انا رجعت معكم بعد ما حطيت الغدا ديالي. هادو هما 4 وصفات اقتصاديين صحيين وصيفيين اللي شاركت معكم، ومقادير بسيطه متوفره في كل بيت. هانتوما هذا الزعلوك ديالي، هانتوما راه كيجي شهوه منه. انا درت معاه شويه ديال الزيتون والحامض المصير، الحامض ديال الدار، ودرت معاه شويه واحد 2 ديال الحارات اللي كيبغي الحار. هانتوما راه كيجي شهوه منه. هذا العصير ديال الباربا اللي درت بالليمون والتمر. هانتوما صحي وكيجي ولا اروع. هانتوما وهذه المعقوده ديالي شوفوا كي كتجي تبارك الله. شوفوا الشكل والمذاق وبدون قلي، لا هي لا السردين. هانتوما كيجي فيها واحد المذاق ولا اروع وصحيه وبدون قلي. هانتوما معقوده رائعه ولذيذه بزاف وبدون قلي. والسردين كيجي صحي بدون قلي طيب في الفران. وشوفوا الشكل ديالو تبارك الله وما كايناش فيه الريحه. والسر ديالو هي الشرموله اللي قلت لكم كنشرملو من الداخل ومن البر. هانتوما ماشي بحال داك اللي كدار ليه شرموله غير من الداخل، هداكشي علاش كيعطي الريحه ديال الحوت في الدار. هانتوما هاد الطريقه الا جربتوها هذا هو السر اللي كندير انا للحوت ديالي. كيجي رائع وكيجي لذيذ بزاف. هانتوما 4 ديال الوصفات صحيين واقتصاديين وصيفيين ومقادير بسيطه متوفره في كل بيت. كتصايبو غدا اللي كيكون زوين وساهل، راه في ساعه كنصايبوه. هانتوما كنتمنى تجربوا هاد الطريقه ديال المعقوده اللي شاركت معكم والسردين والزعلوك والعصير ديالي تردوا عليا ان شاء الله. هاد الطريقه راه كتجي صحيه وخصوصا الناس اللي دايرين الحميه وما كياكلوش القليان، راه كتجي ولا اروع وكيجي لذيذ بزاف وبدون قلي لا المعقوده ولا السردين. والزعلوك ديالي راه كيجي شهوه منه. كنتمنى تجربوا هاد الوصفات اللي شاركت معكم. وتردوا عليا الخبر ان شاء الله.
الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبتكم الطريقه ديالي ديال هاد 4 الوصفات اللي شاركت معكم، راه صحيين واقتصاديين وصيفيين وبدون قلب. زعلوه كيف ما قلت لكم راه كيجي شهوه منه، كيجي لذيذ بزاف. السردين كيجي زوين وما كتكونش فيه الريحه ديال اللي كيخلي مثلا في الدار. هاد الشرموله والسر هي الشرموله اللي كندير ليه المعقوده ديالي، كتجي ولا اروع بدون قليه اللي هي السردين هانتوما. والعصير ديال البربه راه كيجي لذيذ وصحي. كنتمنى الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبتكم الطريقه ديالي بارطاجيو الفيديو ديالي مع العائله والاصدقاء باش تعم الفائده للجميع، وشاركوا في القناه وديروا لايك وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد ديالي ان شاء الله.